رمضان في الاهلي، شنو رايك في الصفقه هذيك مكشخ؟ يوم كشخ معناها يختار الفلوس قبل الاسبيرونس، حاجه لا حول ولا قوة الا بالله. جمهور الترجي اتهوس بشكل كبير. معناها فما شكون لعب له بمخه خلوه برا الاهلي على خاطر زوز فرنك ولا زوز مليارات ولا ثلاثه باش يمشي للاهلي. هو اختار خسر محبه جمهور الاسبيرونس اللي هي اغلب من وزاره البنغارديان بالرمضان، كان يشجع فيه من اللي كان صغير، فهمتني؟ توا اخويا اختار الاهلي، ورينا اخويا شنو تعمل مع الاهلي. لا حول ولا قوة الا بالله. وزي ما حضراتكم سمعتوا في الفيديو، احد مشجعي فريق الترجي التونسي بعد انضمام محمد علي بن رمضان للنادي الاهلي قال لك ان محمد علي بن رمضان ذهب للنادي الاهلي علشان شويه فلوس زياده، وخسر جمهور الترجي التونسي. ورينا بقى هتعمل ايه مع النادي الاهلي. هيعمل كتير عزيزي الترجاوي. نسيت لما قلت ان ده مش انيس بوجلبان ولا حتى علي معلول ولا امام عاشور. الراجل اختار مستقبله فعلا. الراجل ده بيفهم لانه عرف مستقبله الحقيقي مع النادي الاهلي المصري، زعيم وبعبع افريقيا، المتوج ب 12 دوري ابطال افريقيا، اللي دائما بيشارك في كاس العالم للانديه، دائما متوج بكل البطولات اللي تتخيلها واللي لا تتخيلها. حرفيا يوم اعلان صفقه محمد علي بن رمضان وتقديم النادي الاهلي للاعب بشكل رسمي في التتش، جمهور الترجي التونسي حرفيا بيطمنوا عليهم، هيكونوا نصبوا اسوان. واكبر دليل على الكلام اللي حصل النهارده من متجر ترجي ستور، شالوا كل الصور، ازالوا كل صور محمد علي بن رمضان من على اسوار المتاجر. ده ان يدل على انهم مش مستوعبين، مش مصدقين ان محمد علي بن رمضان عرف يختار مستقبله صح. ازاي بتلوم محمد علي بن رمضان واختار افضل نادي في افريقيا وانت عارف كمشجع للترجي التونسي النادي الاهلي هو زعيم افريقيا، عارف ان هو نشأ وتربى في الترجي التونسي وكل حاجه، ولكن اللاعب احترف في اوروبا للدوري المجري للفريق فرينكا فاروزي، وبعد كده النادي الاهلي تقدم بعرض مش على ذمتك، وانت ما عرفتش توفر له السيوله الكافيه اللي عرضها له النادي الاهلي، وكذلك ما عرفتش توفر للفريق المجري. يبقى ازاي تلوم محمد علي بن رمضان على اللي عمله وعلى هذه الخطوه وانت عارف وواثق انه ذهب لافضل نادي في القاره، عارف وواثق انه هيعمل الكثير مع النادي الاهلي، متاكد من امكانياته وعارف قدراته بشكل جيد. عشان كده حابب اتكلم مع حضراتكم باستفاضه عن امكانياته الفائقه. اولا اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان لسه لاعب صغير في السن، وده يعتبر بالنسبه لي اهم ميزه. مواليد 99، يعني عمره بيتراوح من 25 ل 26 عام، لسه لاعب صغير في السن. وزي ما ذكرت لحضراتكم تم تصعيده من قطاعات الناشئين من فريق الترجي التونسي في عام 2018، في اول موسم ما قدمش المردود اللي كان منتظر منه، ولكن بعد كده تواجد مع الترجي التونسي علشان في موسم 2023 بينتقل للدوري المجري من بوابه فريق فرينكا فاروزي المجري. لاعب بيمتلك امكانيات مرعبه، مش من السهل انك تاخد منه الكوره طول ما هي في حوزته. صانع العاب زي ما بيقول الكتاب، عنده رؤيه يقدر يكشف لك الملعب في اي لحظه. زي ما انتم شايفين امام حضراتكم النادي الاهلي كان في اشد الحاجه لصانع العاب بهذه المواصفات، عنده رؤيه وكمان هداف بالفطره، بيزيد من الناحيه الهجوميه. انت بتتكلم في وجود امام عاشور وتحتهم مثلا مروان عطيه او اليو ديانج، في حاله النادي الاهلي بالفعل نجح انه يوفر مكان لهذا الثنائي محمد علي بن رمضان واليو ديانج معا في كاس العالم للانديه. ارقامه مع الفريق المجري مش الاحسن مش الافضل، خاض حتى الان مع فريق فرينكا فاروزي المجري 33 مباراه، قدر يسجل 6 اهداف ويصنع 3 اهداف اخرين. ارقامه مع الفريق المجري مش احسن حاجه، ولكن اتوقع مع النادي الاهلي هيكسر الدنيا، بسبب ان طريقه لعب النادي الاهلي هجوميه. طريقه لعب النادي الاهلي لايقه على محمد علي بن رمضان، قريبه بشكل كبير جدا من طريقه لعب فريق الترجي التونسي. وبالفعل محمد علي بن رمضان كان متواجد مع فريق الترجي التونسي، بيسجل من كرات ثابته اهداف عادي، بيسجل من التسديد من خارج منطقه الجزاء، بيمتلك قدم يمنى فولاذيه، متقن بشكل كبير جدا في حته التسديد، مش عايزك تقلق منها كمشجع للنادي الاهلي. وكمان الصفقه دي كلفت النادي الاهلي نتكلم في الاربع سنوات ما يقارب من 5 مليون دولار او ازيد من 5 مليون دولار كمان. في الموسم الاول محمد علي بن رمضان هيحصل بالنادي الاهلي على $1,200,000 كاش، الموسم الثاني $1,100,000 وهكذا. يعني التجميعه كلها بتتكلم في 5 مليون دولار في الاربع سنوات. يستاهل لاعب بهذه الامكانيات في اعتقادي، يستاهل، والا النادي الاهلي ما كانش اقدم على هذه الخطوه. وبالفعل جازف وتعاقد مع محمد علي بن رمضان علشان يكون موجود مع النادي الاهلي في كاس العالم وباقي المنافسات اللي هياخدها النادي الاهلي بالفعل في الموسم الحالي وبعد كاس العالم وفي السنوات القادمه.